تعالي بقى لما اقولك ازاي هتخزني صلصة المحشي بطريقة وفكرة عبقرية، وازاي تطلعيها من الفريزر فريش زي ما هي وطعمها كمان تحفة. تابعي معايا الفيديو للاخر وهتعرفي كل التفاصيل. ولو عجبكم الفيديو متنسيش تدعمونا باللايك والشير، ولو مش مشتركين في قناتي شرفوني باشتراككم فيها. ونبدأ ونقول بسم الله. اول حاجه كده انا هخزن 5 كيلو من الطماطم. هجيب كده طماطم وهغسلها كويس جدا، بعد كده افرمها في الخلاط بدون اي تصفيه. هجيب حله كبيره احط فيها كوبايه كبيره من الزيت، على نص كوبايه من السمنه البلدي، على حته من الدهن الضاني. انا قطعتها كده حته صغيره خالص. انت تقدري تحطي الكميه كلها زيت، يعني تحطي مثلا حوالي كوبايتين او 3 كوبايات من الزيت، عشان بس احنا هنعمل كميه كبيره من الطماطم. بعد كده بقى هفرم حوالي كيلو من البصل في الكبه، فرم كده متوسط، وهنزل بيه كده في الزيت. هجيب بقى نص كيلو من الفلفل هفرمه برده في الكبه، هاخد نص احطه على البصل، وهخلي نصه التاني انا هقول لكم هنعمل. بعد كده بقى هقلب البصل مع الفلفل كده لحد ما البصل يكون لونه ذهبي. هحضر معايا معلقتين كبار من البابريكا، هنزل بيهم على البصل وهقلبهم كده، واكون بقى محضره الطماطم اللي انا عصرتها، وهنزل بالطماطم كده مباشره على البصل. بعد بقى ما هقلب الطماطم كده، هجيب بقى الفلفل قبل بقى ما احط التوابل خالص. هجيب بقى الفلفل اللي انا ركنته على جنب، اللي هو نص باقي الفلفل اللي انا فرمته. نقدر نحط بقى قرن فلفل احمر كده نقطعه برضو مع الفلفل. لو مش عايزين فلفل حار خلاص نحط الفلفل البارد اللي احنا عملناه. هقلب الفلفل كده مع الطماطم، وكل ده على نار هاديه. انا مش عايزه الطماطم تغلي او كتير. نجاح الوصفه دي في ان الطماطم ما تغليش كتير. هجيب بقى معايا هنا هنحط بقى خضره زي ما احنا عايزين. انا هنا حطيت كام 3 حزمات من الكزبره وحزمتين من الشبت. هنحضر بقى التوابل اللي احنا هنحطها في الصلصة. هجيب هنا معايا معلقة كبيرة من ال7 بهارات، وهجيب 3 أكياس معايا من خلطة البهار بتاعة كنور. الخلطة دي يا جماعة جميلة جدا جدا، بستخدمها في كل الصلصات اللي بعملها في البيت عندي. وبعدين ممكن نستبدلهم برضو عادي بال7 بهارات، مش مشكلة لو مش متوفرين. جيب 2 معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، 2 معلقة كبيرة من الكزبرة، و2 معلقة كبيرة من الكمون، معلقه كبيره من القرفه، ومعلقه صغيره من الشطه اختياري، او نحط معلقه كبيره زي ما احنا عايزين، ممكن نستغنى عنها خالص. وبعد كده بقى هظبط الملح بتاعي، احط برده كميه كده مناسبه من الملح. هظبط الملح زي ما بنعمل اي وصفه صلصه محشي. بعد كده بقى هقلبها تقلبتين كده صغيرين، وهخلي كل حاجه خضره زي ما هي. بعد كده هجيب بقى الخضره. نسيت اقول لكم ان انا جبت برضو الخضره اللي انا عملتها، خليت منها شويه، هحطهم في الاخر خالص كده عشان يبقى لونهم برضو كويس. لون الصلصه كده تبقى خضره، وكل حاجه تبقى خضره في الصلصه. نجاح الوصفه دي في ان الصلصه ما تغليش خالص غير غلوه واحده فقط، ما تخليهاش تبقى صلصه. يعني نصيحة مني، ما تخليهاش تبقى صلصة، وخليها زي ما هي كده تبقى بكل حاجة بخضرها. ده سبب نجاح الوصفة بتاعتنا. بعد كده بقى نجيب الأكياس بتاعتنا، نحضر بقى كمية مناسبة كده في الأكياس. هي الكمية دي عملت معايا شوية على فكرة حلوين، يكفوني حوالي شهرين مثلا 3 شهور، حسب بقى أكلنا احنا في البيت. وبيبقى المحشي سهل عليكي جدا جدا. طلعي بقى الكيس كده وتحطيه بره يفك شويه، بعد كده تحطيه في الحله وتسبكيه من جديد. طبعا الورق يكون عندك مثلا جايباه مقطعاه جاهزاه في التلاجة. وفي خلال نص ساعة إن شاء الله كوني عاملة أحلى حلة محشي، طعمها بجد تحفة. شايفين بقى اللون عامل إزاي والكمية اللي طلعت؟ لازم يكون اللون الصلصة باللون ده عشان تطلعيها من الفريزر تبقى زي الفريش بالظبط. يا رب النهاردة فيديو النهاردة يكون خفيف على قلبكم وعجبكم. ولو جربتوا الوصفة ونجحت معاكم متنسانيش بدعوة حلوة من قلبكم، واشوفكم على خير قريب إن شاء الله في فيديو جديد. دمتم فرحانين.